في فترة مش بعيدة قوي كان في اعتقاد منتشر ان التكنولوجيا دايما هتلحق الغلط، وان مهما القوة كبرت في حاجة هتتدخل في النص تعدل وتهدي وتنقذ الموقف. الفترة دي طلعت جيل عربيات سريع بس في نفس الوقت آمن زيادة عن اللزوم، وفي وسط الجيل ده ظهر قرار غريب، قرار ان القوة تفضل قوة وان الغلط يفضل غلط، وان السواق يتحاسب على كل حركة بايده ورجله، قرار ان العربية ما تتدخلش وما تصلحش وما تديش فرصة تانية. ومن هنا بدأت حكاية مش عن سرعة ولا أرقام ولا سباق، حكاية عن عربية اتعملت كأنها اختبار مش وسيلة مواصلات، واللي عدى الاختبار ده فهم، واللي معداش دفع الثمن. بورشا كاريرا جي تي، العربية اللي اتقدمت رسميا في أوائل الألفينات، تحديدا من 2003 لحد 2006، يعني فترة قصيرة. والفترة كانت قصيرة لدرجة إن بورشا نفسها كانت عارفة إن المشروع ده مش هيكمل كتير. الكاريرا جي تي ما كانتش عربية عادية في خط إنتاج بورشا، وما كانتش معمولة علشان تبقى أقوى حاجة عند بورشا ولا إنها ترد على المنافس. ده بروجكت بالكامل اتعمل أصلا علشان إنجن، والإنجن ده اتعمل لسباقات وكان متخطط له إنه يشارك فيه. وبعد ما المشروع كله اتلغى، بورشا قررت إنها ما تضيعش المجهود اللي عملته في الإنجن بتاعها، وحولت الانجن ال10 سلندر اللي معمول اصلا للسباق لعربيه بالكامل تمشي في الشارع، ومغيروش اي حاجه في الموتور، نزلوه زي ما هو. الكاريرا جي تي تحسها من بره شكلها بسيط، عربيه عريضه قريبه للارض، الديزاين بتاعها يجنن اي حد، كل حاجه كانت محسوبه كانها معموله للناس اللي فاهمه مش للفرجة وخلاص. ومن جوه الانتيرير بتاع العربية كانت مختلفة عن اي بورشا تانية وقتها، شاسيه بالكامل من الكربون فايبر، وزن خفيف، مانيوال، دفع خلفي، وكل ده في وقت كانت فيه الشركات كلها رايحة ناحية الالكترونيات والانظمة المساعدة. بورشا بقى في الفترة دي كانت عايزة تعمل حاجة غريبة شوية، وكانت عايزة تعمل فلسفة ان السواقة مسؤولية مش لعبة. الكاريرا جي تي اتباعت بسعر عالي، وكان واضح من اول يوم انها مش معمولة علشان تنتشر ولا عشان تشوفها في كل حتة، هي كانت معمولة علشان تفضل مختلفة. عربية كان عمرها قصير بس تأثيرها كان اطول بكتير، لانها كانت اخر مرة بورشا تقول فيها العربية دي زي ما هي، اللي فاهمها هيحبها واللي مش فاهمها مش مطلوب منه انه يقرب. الكاريرا جي تي لما نزلت كانت داخله بارقام متخلفه شويه في وقتها، نازله بانجن V10 5.7 لتر، انجن بيترجم القوه بتاعته ب 612 حصان على الارض. رقم ممكن تشوفه ان عادي دلوقتي في الزمن بتاعنا، بس الرقم ده وقتها كان مرعب، خصوصا ان القوه دي كلها كانت رايحه على العجل الخلفي. كانت نازله العربيه دي بجير بوكس مانيوال 6 سرعات، ومفيش معاك اوبشن انك تجيبها اوتوماتيك، وده كان اختيار مقصود من بورشا. العربيه كان وزنها خفيف، كانت حوالي 1380 كيلو جرام، وده بسبب انهم استخدموا الكربون فايبر في الشاسيه بتاع العربيه وفي اجزاء كتير قوي من البادي نفسه. لك ان تتخيل ان في 2004 تقريبا عربيه معموله انها تاكسلريشن من 0 ل 100 في اقل من 4 ثواني، والسرعه القصوى بتاعتها كانت بتجيب 330 كيلومتر في الساعه. وبرده زي ما قلت لك، انت ممكن تكون شايف الارقام دي عاديه بالنسبه للي بيحصل في عالم العربيات دلوقتي، لكن الارقام دي كانت متخلفه في وقتها. وفي الوقت ده بالذات كان في اغلب السوبر كارز كانت داخله على انظمه مساعده وانظمه الثبات والتحكم واللازم منه. الكاريرا جي تي ساعتها كانت نازله من غير تراكشن كنترول ومن غير ستابيليتي كنترول، يعني الارقام دي كانت على مسؤوليه السواق بالكامل. بورشا ما حاولتش انها توازن الموضوع كله او تخليها اسهل، هي اكتفت انها تديك الارقام وسابت الباقي عليك، وعلشان كده الكاريرا جي تي كانت مخيفه في وقتها. لو رجعنا بالزمن شويه كام سنه لورا، وبالتحديد في 30 نوفمبر 2013، والحادثه الاشهر للعربيه والاشهر واحد في عالم العربيات اللي عمل صدمه في وقتها، بول ووكر في وقتها ما كانش خارج من تصوير فيلم ولا اي حاجه، هو كان خارج من حدث خيري تابع لمؤسسه اسمها ريتش اوت وورلد وايد. يعني اليوم نفسه كان هادي، مفيش جنان، مفيش سباقات، مفيش اي حاجه من ريحه فاست اند فيوريوس. العربيه بقى كانت بورشا كاريرا جي تي، بس بول ووكر ما كانش هو اللي سايق، اللي كان سايق هو كان صاحبه، سواق محترف رجل اعمال وعنده خبره سباقات، يعني مش واحد اول مره يركب عربيه بالقوه دي. الاتنين ركبوا ومشوا على طريق عام، طريق شكله هادي بس ضيق ومش معمول لسرعات عاليه خالص، وبعد دقايق قليله العربيه فقدت السيطره، وما كانش فيه ملفات حاده ولا مطبات ولا اي حاجه من الكلام ده كله. العربيه خرجت عن السيطره، خبطت في عمود نور وبعد كده في شجره، وعلى طول اول ما خبطت في الشجره العربيه ولعت، والحكايه خلصت في ثواني. بول ووكر مات وصاحبه روجر رودس مات معاه، واول ما الخبر طلع الدنيا ولعت، مش بس بسبب بول ووكر لكن بسبب العربيه. الكاريرا جي تي بقت عنوان قبل حتى ما التحقيق يبدأ، ناس قالت سرعة جنونية، وناس قالت تهور، وناس قالت العربية معروفة انها صعبة، والاعلام مسك في الكلمة الاسهل، سرعة. التحقيقات بعد كده قالت ان السرعة كانت عالية زيادة عن اللزوم، وكانت اعلى من المسموح، لكن ما كانش فيه رقم واحد ثابت، كل التقديرات كانت تقريبية، وتقريبا كانوا بيقولوا ان سرعة العربية كانت بتتراوح ما بين 130 ل 150 كم في الساعة،
في شارع اصلا السرعه القانونيه ليه كانت اقل من 50 كيلومتر في الساعه، وفي نفس الوقت ما طلعش اي دليل على عيب مصنعي ولا كسر مفاجئ ولا مشكله ميكانيكيه في العربيه نفسها. العربيه كانت سليمه قبل الحادثه. وهنا بقى النقطه اللي ناس كتير ما بتحبش تسمعها، الكاريرا جي تي زي ما قلنا مفيش فيها انظمه امان حديثه، مفيش سيستم يمسك العجل ولا سيستم يلم العربيه، ومع السرعه العاليه وطريق مش حلبة سباق العربيه ممكن تفقد التوازن بتاعها بكل سهوله. وبعد الحادثه بورشه دخلت في قضايا وفي اتهامات، وفي كلام عن ان العربيه كانت خطيره وان المفروض ما كانتش تنزل الشارع بالشكل ده. بورشه ردت وقالت ان العربيه اتعملت بمعايير وقتها، وان السواق مسؤول 100% عن العربيه، وان العربيه مش معموله للناس العاديه. وفي الاخر التحقيقات الرسميه ما حملتش العربيه وحدها المسؤوليه ولا قالت ان في عيب تصنيع، لكن في نفس الوقت السمعه كانت راحت. الكاريرا جي تي اتغير وضعها مش في السوق ولكن في دماغ الناس نفسها، وبقت متشافه كعربيه غداره مع ان الحقيقه انها كانت دايما واضحه. العربيه دي عمرها ما قالت انها امنه 100%، ولا عمرها وعدت ان هي هتنقذك لو انت غلطت، هي بس اتحطت في مكان مش في مكانها. اللي حصل مع بول ووكر ما كانتش اول حادثه للكاريرا جي تي ولا اخر واحده، ولكن كانت اشهر واحده علشان الاسم والتوقيت والصوره. ولكن لو شلت الاسم وشلت الشهره هتفضل الحقيقه واحده، الكاريرا جي تي عربيه بقوه سباق نزلت للشارع من غير ما تغير جلدها. وفي الاخر قصه الكاريرا جي تي ما كانتش عربيه عاديه ولا قصه حادثه ولا حتى قصه بول ووكر نفسه، هي قصه فكره ان القوه لو اتقدمت من غير حمايه بتبقى صادقه زياده عن اللزوم. الكاريرا جي تي ما كانتش معموله علشان ترضي حد ولا معموله علشان تنتشر ولا عشان تبقى اسهل، هي اتعملت في وقت بورشه كانت لسه مؤمنه ان السواقه مسؤوليه مش خدمه. وفي عالم بقى كله مساعدات وشاشات وانظمه امان، العربيه دي لسه واقفه كانها بتفكرنا ان في حاجات ينفع تعجبنا بس ما ينفعش نستهين بيها ابدا. الكاريرا جي تي علمتنا ان القوه لوحدها مش كفايه، الاهم انك تبقى عارف امتى تستخدمها وامتى تبعد عنها.